في الفيديو ده هنتكلم عن المانجد ايدنتيتي وازاي نخلي ايجور اب سيرفيس تكلم ايجور سيكوال داتابيس من غير يوزر نيم او باسورد. يلا نبدا. طيب ده الابلكيشن اللي عاملين ليه ديبلوي على الايجور اب سيرفيس. في وان اند بوينت اسمها سلاش برودكتس بتعمل انجكت للدي بي كونتكست وترجع البرودكتس من الداتابيس. الدي بي كونتكست حصل لها ريجستريشن وبتقرا الكونكشن سترينج من كي اسمه اس كيو ال داتابيس. لو رحنا على الكونكشن سترينج ده تلاقيني حاطه في الاب سيتنجز دوت ديفلوبمنت، ولو بصينا عليه هتلاقيني حاطط يوزر نيم وباسورد في الكونكشن سترينج، ودي الطريقه العاديه اللي بنعمل بيها كونكت على الداتابيس. دلوقتي تعالى نروح على الايجور ونشوف الانفراستراكشر اللي معمول للابلكيشن ونفهم ازاي نقدر نخلي الايجور اب سيرفيس تكلم الايجور سيكوال داتابيس من غير يوزر نيم او باسورد. انا دلوقتي موجود جوه الريسورس جروب، عندنا 4 ريسورسز: اب سيرفيس بلان مع الاب سيرفيس وسيكوال سيرفر مع السيكوال داتابيس. لو رحنا على الداتابيس هتلاقي عندنا سكيما سهله وبسيطه فيها وان تيبل. لو عملنا سيلكت استريك فروم برودكتس بيرجع لنا البرودكتس اللي موجوده على الداتابيس. خلينا نروح على الاب سيرفيس ونشوف ازاي الاب سيرفيس بتقدر توصل للداتابيس. فلو جينا هنا على السيتنجز انفايرمنت فاريبلز هتلاقي عندي كونكشن سترينج، جواها تلاقي الكي اللي احنا شفناه في الكود اس كيو ال داتابيس، وفي نفس الكونكشن سترينج اللي شفناه لوكالي. فدي الطريقه اللي الاب سيرفيس بتقدر توصل من خلالها للايجور سيكوال داتابيس. قبل ما نغير اي حاجه خلينا نعمل تيست سريع للاي بي اي ونتاكد ان الاب سيرفيس فعلا قادره تكلم الداتابيس. فخلينا نروح على الاوفر فيو، نعمل براوز، والاند بوينت بتاعتنا سلاش برودكتس، انتر، تعمل لود، رجعت البرودكتس اللي عندنا في الداتابيس. فكده اتاكدنا ان الايجور اب سيرفيس بتكلم الداتابيس. دلوقتي السؤال ازاي نخلي الاب سيرفيس تفضل تكلم الداتابيس بس من غير يوزر نيم او باسورد. خلينا نروح على الاب سيرفيس تاني، ومن المنيو اللي على الشمال خلينا نسيرش بايدنتيتي. ولو جينا هنا عند الايدنتيتي هتلاقي عندي حاجتين: سيستم اسايند، يوزر اسايند. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه: الاب سيرفيس عشان تقدر تكلم الايجور سيكوال داتابيس محتاجه يكون عندها ايدنتيتي، وده اللي بنعمله من خلال اننا نروح على الايدنتيتي سيكشن ونعمل انيبل للايدنتيتي. طيب هنستخدم سيستم اسايند ولا يوزر اسايند؟ هنستخدم هنا سيستم اسايند عشان في الديمو محتاجين ايدنتيتي خاصه بالاب سيرفيس دي، واللايف سايكل بتاعتها تكون مرتبطه بالاب سيرفيس. مسحنا الاب سيرفيس الايدنتيتي هتروح معاها. فخلينا نخلي الستاتس اون ونعمل سيف، ودلوقتي الاب سيرفيس بقى عندها ايدنتيتي. بعد ما عملنا سيف ايجور بتطلع لنا اوبجكت اي دي، خلينا ناخده كوبي، وده معناه ان الايدنتيتي اتعملت. طيب السؤال: ايجور عملت كرييت للايدنتيتي دي او الريكورد ده جوه ايه بالظبط؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نروح لمايكروسوفت انترو اي دي. فخليني اعمل سيرش بانترو اي دي، والانترو اي دي ما هو الا مكان شايل كل الايدنتيتيز بتاعه الاورجانيزيشن اللي شغالين فيها. فهتلاقي فيه اليوزرز، الجروبس، وحاجه اسمها انتربرايز ابلكيشنز، وحاجات تانية كتير. اللي هركز عليه هو الانتربرايز ابلكيشنز لان جواها هنلاقي الايدنتيتيز اللي عملنا لها كرييت على الايجور ريسورسز. فلو عملنا سيرش بالبرنسبل اي دي اللي ظهر لنا لما عملنا ايدنتيتي للاب سيرفيس هتلاقي هنا ريكورد ظهر باسم الاب سيرفيس. فده معناه ان الاب سيرفيس بقى ليها ايدنتيتي تثبت بيها هي مين قدام اي ايجور ريسورس بيدعم انترو اي دي اوثنتيكيشن، زي طبعا ايجور سيكوال داتابيس. هتلاقي معظم الريسورسز بتدعم الانترو اي دي اوثنتيكيشن. بس وجود الايدنتيتي لوحده مش كفايه، لسه محتاجين نديلها بيرميشن. فالايدنتيتي دي عشان تقدر تستخدم او تكلم الداتابيس محتاجه يكون ليها بيرميشنز على الداتابيس. تعال نشوف ازاي نعمل الكلام ده. خلينا نروح على الداتابيس، وفي الداتابيس من السيكوال اديتور محتاجين نعمل ايه بالظبط؟ احنا قلنا محتاجين ندي بيرميشن للايدنتيتي اللي عملنا لها كرييشن، بس السيكوال داتابيس عندها اليوزرز والبرميشنز الخاصه بيها. فعشان نضيف الانترا ايدنتيتي جوه الداتابيس محتاجين نضيفها كداتابيس يوزر. فخلينا نعمل كرييت ليوزر عن طريق الكوماندز دي. تعالى نبص عليهم واحد واحد. فاول كوماند عندنا بنقول له كرييت يوزر. اليوزر هنا شايل نفس الاسم بتاع الريكورد اللي ظهر لنا في الانترا اي دي، وبنقول له فروم اكسترنال بروفايدر عشان يعرف ان اليوزر ده موجود اصلا في الانترا اي دي. بعد كده بنديله بيرميشن داتا ريدر وداتا رايدر عشان اليوزر ده يقدر يريد ويرايت من الداتابيس. تعالى نرن الكوماندز دي ونشوف الاكسبشن اللي هيطلع لنا وازاي نحله. خلينا نعمل رن. هيقول لي هنا ان البرنسبل ده could not be created. only connection established with active directory accounts can create other active directory users. وده معناه اننا عشان نعمل create لانترا اي دي users جوه الداتابيس محتاجين نعمل لوجن بايجور اكتيف دايركتوري اكونت
ولازم الاكونت ده يكون ادمن اكونت. هنعمل كده ازاي؟ خلينا نروح على السيرفر. لو رحت على السيرفر هتلاقي ظاهر لك في الاوفر فيو اوبشن اللي هو مايكروسوفت انترا ادمن، تقدر تعمل له كونفيجر من هنا او تروح على السيتنجز وتحتها مايكروسوفت انترا اي دي. تعالى ندوس على مايكروسوفت انترا اي دي، هتلاقي هنا يقول لك سيت ادمن. هتختار بعد كده اليوزر اللي المفروض يكون ادمن. تعالى نختار اليوزر اللي اسمه اسلام حلمي ونقول سيلكت، وبعدها نعمل سيف. فتمام دلوقتي بقى الاكونت ده موجود كانترا اي دي ادمن. خلينا نرجع للداتابيس تاني ونعمل هنا ساين اوت ونعمل لوجن عن طريق مايكروسوفت انترا اوثنتيكيشن. ده الاكونت اللي احنا ضفناه كانترا اي دي ادمن. خلينا نعمل كونكت بالاكونت ده ونرن نفس الكوماندز دي تاني. رن. تمام، حصل اكسكيوشن وكده الايدنتيتي بقى ليها بيرميشنز على الداتابيس. تعالى بقى دلوقتي نغير الكونكشن سترينج عشان يستخدم الانترا اي دي بدل اليوزر نيم والباسورد. فخلينا هنا من المنيو بتاعت الداتابيس نروح على كونكشن سترينجز، تلاقي هنا الفورمات بتاع الكونكشن سترينج اللي المفروض نستخدمه لو عايزين نستخدم الانترا اي دي. خلينا نعمل كوبي ونروح على الاب سيرفيس. احنا غيرنا التاب بتاعت الاب سيرفيس، فخلينا نرجع على الاب سيرفيس تاني، وجوه الكونكشن سترينج نغير الكونكشن سترينج للكونكشن سترينج اللي بيستخدم انترا اي دي. فخلينا نمسح الكارنت فاليو ونعمل بيست للكونكشن سترينج الجديد. تعالى نعمل فيو عشان نتاكد ان هو بيستخدم الانترا اي دي. فلو بصينا هنا هتلاقي الاوثنتيكيشن اكتيف دايركتوري ديفولت، مفيش ولا يوزر نيم ولا باسورد. فخلينا نعمل ابلاي تاني، كونفيرم، ودلوقتي حصل ابديت للكونكشن سترينج. تعالى نجرب ونتست الكلام ده مع بعض. فخليني اروح للبرودكتس اند بوينت تاني واعمل ريفرش. تمام، رجع لي نفس الريزلت اللي كانت موجوده قبل كده. لو عملت ريفرش تاني نفس الريزلت رجع عندي. فده معناه ان الابلكيشن قادر يوصل للايجر سيكوال داتابيس من غير يوزر نيم او باسورد. طيب بيهايند ذا سينز ازاي الابلكيشن بيقدر يكونكت على السيكوال داتابيس باستخدام الايدنتيتي دي؟ باختصار الابلكيشن لما يجي يكلم الداتابيس بيلاقي ان الكونكشن سترينج فيه ديفولت اكتيف دايركتوري، فبيعرف انه محتاج اكسس توكن عن طريق الايدنتيتي اللي عملناها للاب سيرفيس اللي عاملين هوست للابلكيشن عليها. فبيجيب الاكسس توكن ده ويبعته للايجر سيكوال. الايجر سيكوال بعدها بتعمل فيريفيكيشن على التوكن ان هو فاليد، وبناء عليه تسمح بالكونكشن. طيب حاجه تانية محتاج اوضحها عشان بتعمل لخبطه عند ناس لما بتبدا تستخدم المانجد ايدنتيتي. المانجد ايدنتيتي هي الايدنتيتي اللي احنا عملناها. اسمها مانجد ليه؟ اسمها مانجد عشان ايجر هي اللي مسؤوله ان هي تمانج الكريدنشالز بتاعتها. احنا مش بنستخدم اي كريدنشال ولا بنعمل روتيشن لاي كريدنشال. بس دي مش النقطه اللي انا عاوز اوضحها. النقطه اللي عايز اوضحها ان الايدنتيتي دي على مستوى الابلكيشن، بمعنى ان انت لو عندك ابلكيشن تاني لسه بيستخدم اليوزر نيم والباسورد هيفضل يكلم الداتابيس بالطريقه العاديه. طيب لو عايز تخلي الداتابيس تسمح بس للانترا اي دي اوثنتيكيشن، ده بنقدر نعمله من خلال اننا نروح على السيرفر ونقول له سبورت اونلي مايكروسوفت انترا اي دي اوثنتيكيشن فور ذس سيرفر، وهنا بيقول لك ان ده هيديسيبل السيكوال اوثنتيكيشن. Do you want to confirm او do you want to continue. بعد كده نعمل سيف. فدلوقتي الداتابيس بتسمح بس بالانترا اي دي اوثنتيكيشن. كده نكون فهمنا ازاي نقدر نعمل ابلاي للمانجد ايدنتيتي. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي لوكالي ازاي هنشتغل، لان احنا لوكالي بنستخدم اليوزر نيم والباسورد لسه في الكونكشن سترينج. عشان نعمل كده بكل بساطه محتاجين نضيف ايدنتيتي لاي يوزر عندنا على الانترا اي دي، واليوزر ده بنروح نعمل له كرييت داتابيس يوزر زي بالظبط ما عملنا للايدنتيتي اللي تبع الاب سيرفيس. طبعا لو عندنا اكتر من يوزر بنعمل جروب على الانترا اي دي ونضيف فيها اكتر من يوزرز وندي البرميشنز للجروب ده. كده لوكالي كل اللي محتاج تعمله انك تعمل لوجن بالايجر اكونت بتاعك من خلال الايزي لوجن كوماند اللي بنستخدمه على الترمينال. كده اكون غطيت معظم النقط اللي كنت عايز اتكلم عنها، وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون افدتكم، وسلام.